السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. زي ما انتم شايفين كده ترجمة الشيت من انجليزي لعربي بضغطة واحدة. دلوقتي هقول لكم ازاي تترجموه، بس يا جماعة ما تعتمدوش عليه اعتماد كامل، عشان حرام الشخص يمشي يجيب الشيت يحطه يترجم فورا وخلاص على كده. لا، اتعلم. انا بس عامله لغرض ان الناس تحاول تساعد نفسها في المراحل الاولية بتاعت الجامعة دي، عشان بس الانجليزي بيبقى كتير والكلام ده. فساعدوا نفسكم، بس ايه، ما تعتمدوش عليه قوي عشان ما تتعودوش على الترجمة. تكون حاجة جاهزة يعني. تمام يا شباب؟ اول حاجة يا جماعة هتدخل على جوجل، تمام، هتكتب جوجل ترانزليت، تمام. هيجي لك هنا تنزل تحت تدخل على اول واحدة، ترجمة جوجل. عندك فوق اهو. اول حاجة هتغير من فوق الاول، من الثلاث نقطات اللي فوق هتعملها ديسكتوب اللي هو كمبيوتر يعني. ثم من الكمبيوتر هتجيب كلمة مستندات اللي هي بعد كلمة صور، هتدوس تصفح الملفات، هتجيب الميديا، هتجيب الملف اللي انت عاوز تترجمه، مثلا density and state day and set of matter، هتضغط عليها، تمام. هتطلع لك هنا هتدوس ترجمة اللي هي الزرقاء دي، هتستنى يترجم، تمام، لحد ما يخلص. هيفضل يلف كده كتير، تمام، لحد ما ينزل. هتدوس على الزرقاء تاني ان تم التنزيل، كده هتلاقيه تم ترجمته للعربي وعادي جدا. تمام، بالتوفيق يا شباب.